اهلا بكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: تعرف على مستقبل محمد يوسف في النادي الاهلي. اكد النادي الاهلي على ان محمد يوسف مستمر في منصبه بشكل طبيعي كمدير رياضي ولم يتم مناقشة مسألة رحيله، مؤكدين في النادي الاهلي على ان محمد يوسف مستمر حتى بعد التعاقد مع المدير الفني الاجنبي الجديد المنتظر. خبرنا الثاني: النادي الاهلي يستقر على معاقبة امام عاشور وزيزو. في قرار في النادي الاهلي بعدم استعمال السوشيال ميديا، ولكن اخترق الثنائي زيزو وامام عاشور هذا القرار، لذا هناك حالة غضب ضد الثنائي بسبب نشر رسائل عبر حساباتهم الشخصية دون الرجوع لمحمد يوسف. ليقرر محمد يوسف معاقبة الثنائي، غالبا معاقبتهم هتكون توقيع غرامة مالية وفقا للائحة. خبرنا الثالث: النادي الاهلي يعلنها مفيش تشافي. أكد النادي الأهلي على أن مدرب برشلونة السابق تشافي هرنانديز خارج الحسابات تماما، لم توجد أي تواصل معه ولن يحدث أي تواصل معه. تشافي خارج الحسابات نهائيا. خبرنا الرابع: شوبير يكشف عن هل يتعاقد الأهلي مع علي ماهر. قال شوبير: علي ماهر ذهب لمقر الأهلي بالجزيرة من أجل الحضور في الشهر العقاري بعد زيارته فرع قريب من النادي، وكان مزدحم وأنهى مهمته داخل الشهر العقاري ثم غادر. لم تحدث أي جلسة من الأهلي مع علي ماهر ولم يحدث أي تفاوض، والنادي لم يتفاوض مع المدربين داخل مقر النادي. خبرنا الخامس: تعرف على مصير حسام البدري. استبعد مسؤول النادي الأهلي اسم حسام البدري حاليا من قائمة المرشحين لتدريب الفريق، وغالبا استقرت إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكورة على التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك بعد تعيين عماد النحاس مدرب مؤقت.